لو خايف على عقلك ربي كلب. لما الواحد بيكبر المخ ما بيبقاش شغال بنفس الكفاءة. ساعات الكلمة بتبقى على طرف لسانك بس مش عارف تقولها، تدخل الأوضة وتطلع وانت مش فاكر انت دخلت ليه، حد بيكلمك وانت حاسس انك سرحان مش سامع حاجة، او تكتب حاجة وبعد دقيقة تنسى انت كتبت ايه بالظبط. حتى ذكرياتك التفاصيل بتبدأ تبهت فيها شوية، والتخطيط حتى وانت عارف المفروض تعمل ايه مش عارف تبدأ منين. ولكن في حاجة صغيرة ممكن تكون مش واخد بالك منها بتحافظ على مخك كل يوم. لو انت مربي كلب وبتعامله كروح في رقبتك مش حاجة مرمية في البيت والسلام، فالعلم بيقولك ان وجود الكلب في حياتك مش بس بيأثر على نفسيتك، لكن ده كمان بتحصل تغييرات حقيقية في نشاط مخك وبتنعكس على صحتك العقلية. فبحسب الدراسات كل يوم بتمشي كلبك وكل خطوة بتمشيه بتحسن من الدورة الدموية وبتزود من إفراز البروتينات المحافظة على سلامة المخ واللي بتحمي خلايا المخ من التدهور وتخلي استجابتك أسرع ومخك أنشط. ولما بتدرب كلبك وتفهمه وتقابل ناس في الشارع ويسألوك على كلبك وتسألهم على كلابهم، فكل ده بيساعد على تنشيط اللغة والمحافظة على طلاقتك في الكلام. وحتى لو ما كانش كلبك بيرد عليك وجوده بيخليك تتكلم تفكر وتحس انك مش لوحدك. غير ان وجود الكلب نفسه بيقلل من افراز هرمون التوتر وده معناه تركيز احسن وذاكره اقوى. وكمان وجوده بيزود افراز هرمونات السعاده زي الدوبامين والاكسيتوسين وده بيديلك مود اهدى وجسم اكثر اتزانا. ولما بتكرر ده بقى كل يوم وتبني عليه يومك وروتينك فانت كده بتمرن وبتحافظ على قدرتك على التخطيط وبتدي لعقلك تمرين يومي من غير ما تحس. وجود الكلب في حياتك ما هوش سحر اغريقي ومش المفروض ابدا يكون الحل الوحيد، لكن وجوده فعلا مؤثر وبيفيدك اكتر مما تتخيل.